مرحبا بالجميع. اليوم سنتعمق في قصة أثارت ضجة كبيرة، فضيحة تورط فيها شخصية بارزة بودريقة في قلب دبي. هيا بنا نبدأ. تخيلوا هذا: بريق وسحر دبي، المدينة التي لا تنام، ووسط الأضواء الساطعة وناطحات السحاب الشاهقة تم رصد شخصية مثيرة للجدل، بودريقة. ليس في أي مكان، ولكن في ملهى ليلي صاخب، ويبدو أنه يقضي وقتا ممتعا. لكن إليكم المفاجأة: إنه ليس مجرد شخص يخرج لقضاء الليلة في المدينة. يقال إنه في حالة تتجاوز مجرد الشعور بالنشوة. نعم، لقد سمعتم ذلك بشكل صحيح. قد يبدو هذا مجرد عنوان رئيسي آخر في الصحف الشعبية، ولكن هناك جانب أعمق لهذه القصة. في المغرب هناك أشخاص يزعم أنهم ضحايا عالقون في شبكة من عدم اليقين، ومستقبلهم معلق في الميزان بسبب أفعال يفترض أنها مرتبطة ببورديقة. إنهم ينتظرون إجابات لتحقيق العدالة، وربما حتى مجرد إشارة إلى ما سيأتي. إذن، ماذا يعني كل هذا؟ لدينا هنا شخصية بارزة يزعم أنها وقعت في مواقف محرجة في الخارج، بينما تدور مزاعم خطيرة في بلدها. هذا يثير تساؤلات حول المساءلة وحول حياة المتضررين من تصرفات الأقوياء. ودعونا لا ننسى مكان الحدث، دبي، وهي مدينة معروفة بقوانينها الصارمة وأسلوب حياتها الفاخر. التناقض بين الثراء وسوء السلوك المزعوم يخلق سردا صارخا يكاد يكون سرياليا. هذه القصة ليست مجرد ليلة خروج فاضحة. ظهر رئيس نادي الرجاء البيضاوي والنائب البرلماني محمد بودريقة بأحد الملاهي الليلية في حفل ماج بدبي الإماراتية. ظهور بودريقة يعتبر الأول من نوعه منذ مغادرته المغرب قبل عدة أشهر في اتجاه دبي، ومنها إلى بيروت، حيث توجد زوجته وأبنائه، حيث تم التشطيب عليه من رئاسة مقاطعة مرس السلطان بالدار البيضاء، فضلاً عن إبعاده من شغل منصب أمين مجلس النواب. وبدأ بودريق في شريط فيديو حصل عليه منبر وهو في حالة سكر طافح، محاط بعدد من أصدقائه المغاربة، يغادر ملهى ليلي شهير بمدينة دبي على متن سيارة يقودها مواطن مغربي. جدير بالذكر أن بودريقة لا زال على الورق رئيساً لنادي الرجاء البيضاوي عن بعد، في سابقة تاريخية في تدبير كرة القدم المغربية. كما أن الديون المتراكمة على بودريقة على بدين في إصفافي وشركاته تجاوز من 200 مليار سنتيم، ضمنها إناهز 50 مليار سنتيم. مستحقات خزينة المملكة من الضرائب، بينما لا تزال تتقاطر الشيكات وبدون رصيد على المحاكم، ودعوات قضائية تتعلق بالنصب والاحتيال وخيانة الأمانة. شاركونا أفكاركم في التعليقات أدناه، ولا تنسوا الإعجاب والمشاركة والاشتراك لمزيد من التعمق في قصص مثل هذه. أراكم في الفيديو القادم.